السلام عليكم لكل متابعينا. لو انت بتحب الفلوس او مهتم بالفلوس، وطبعا اليومين دول مهتم بما تصدره البنوك من شهادات، اسعار العقارات، اسعار العربيات، سعر الذهب وصل لحد كام، سعر الدولار، او لو انت معاك فلوس وخايف تستثمرها في خلال اليومين دول، تابعنا الحلقة دي للآخر. هنتابع مع بعض كتاب اسمه الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي. أنا بشوي أفلامين عكس التيار. الراجل ده اللي اسمه روبرت كيوساكي بيقول إن الناس بتواجهها نوعين من المشاعر، هما الخوف والطمع. النوعين دول بيمنعوك إنك توصل للفلوس، وما بتبقاش قادر إنك تكون ثروة أصلا. الخوف ده بيمثل شخص خايف إنه يخسر الوظيفة بتاعته، وشخص كمان خايف إنه يخسر الاستقرار المادي بتاعه، وخايف ياخد أي مخاطرة في حياته. لو سألت الشخص ده أنت بتحب الفلوس، هيقولك طبعا بحب الفلوس، بس اللي جاي على قد اللي رايح وإحنا فقراء قوي. النوع التاني الطمع. الشخص اللي عنده مشاعر الطمع بتتملك منه بيبقى عنده مشكلة كبيرة قوي إن هو يدير فلوسه. حبه للمال وللفلوس بيعميه عن إدارة فلوسه. ولو سألته أنت بتحب الفلوس، هيقولك لا، ده أنا مش بحبها بس، ده أنا بعشقها كمان. وده الشخص اللي بيبقى طماع في حياته. الحكاية بتقول إن كان في شاب جميل جدا شبهي وشبهك وزينا كده بالظبط، كان عنده أبوين أو أبين. واحد منهم كان تعليمه عالي جدا ودرجات علمية عالية، وكان بيشتغل في مجاله، وكانت وظيفة مرموقة جدا ومرتب حلو. بس كان كل شهر يقولك الجملة المشهورة إن اللي جاي على قد اللي رايح، وما كانش بيستثمر أي فلوس ليه. الأب التاني كان من النوع مثلا عادي، ممكن يكون ما كملش تعليمه أصلا، بس كان غني جدا. الأب التاني ده كان غني جدا. فهنا في الحكاية دي عمنا روبرت كيوساكي قعد مع أبوه الغني ده وقال له أنا عايز أعرف بالتفصيل أنت بقيت غني كده إزاي، وهو ده اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض. ودي كانت الإجابة اللي قالها الأب الغني لابنه لما سأله أنت إزاي بقيت غني كده. قال له في 5 مبادئ لازم تمشي عليهم في حياتك علشان توصل لحاجة اسمها الحرية المالية أو الفاينانشال فريدم. أول مبدأ منهم اسمه الباسيف إنكم أو الدخل السلبي. لو أنت بتشتغل أي شغلانة في حياتك، فأنت الفلوس اللي بتاخدها بناء على عدد الساعات اللي بتشتغلها. اشتغلت عدد ساعات معينة بتاخد قصادهم مرتب معين. فلو أنت عاوز تبقى غني، يبقى لازم الوقت اللي بتقضيه في شغلك لا يساوي الفلوس اللي انت بتاخدها. الفكرة هنا انك انت ما تشتغلش علشان خاطر الفلوس، خلي الفلوس هي اللي تشتغل علشانك. هو ده ما يسمى بالدخل السلبي او الباسيف انكم. الدخل اللي هو مش محتاج انك تكون موجود بصفة مستمرة في مكان عملك علشان تعرف تحصل على الدخل ده. بالعكس، انت ممكن تلاقي دخل كتير جايلك، فلوس جايالك من أفكار أنت عاملها أو مشاريع أنت عاملها بدون ما تكون موجود فيها بشكل رسمي أو بصفة مستمرة. هو ده ما يسمى بالدخل السلبي أو الباسيف إنكم. والدخل السلبي ده علشان تعمله يبقى لازما تتعلم إزاي تدير أموالك بذكاء، وده تعمله عن طريق فهمك لنقطة مهمة جدا جدا، ودي اللي هتبقى مدخلنا للمبدأ التاني اللي الأب الغني قاله لابنه، وهو إنه يمشي بمبدأ الأصول مقابل الالتزامات. الأصول assets مقابل الالتزامات liabilities. في ناس كتير بتمشي بمبدأ الدخل أو الإنكم مقابل النفقات اليومية. الدخل ده طبعا شهري مقابل النفقات اليومية، وده مبدأ بيبقى غلط جدا. لازم تمشي بمبدأ الأصول مقابل الالتزامات. هنعرف يعني إيه الأصول مقابل الالتزامات دلوقتي. السؤال المهم هنا إن إزاي أنا أحصل على الأصول دي، ويعني إيه الالتزامات. الأصول دي ممكن تحصل عليها عن طريق إيه؟ عن طريق العقارات، عن طريق المشروعات، عن طريق الأسهم، السندات، الملكية الفكرية. دي كلها بالنسبة لك أصول أنت حضرتك بتحط فيها رأس مالك. أما الالتزامات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ممكن حضرتك تشتري عربية، تشتري موبايل أحدث موديل،
تشتري مثلا منزل يكون زيادة هيعمل عبء زيادة عليك وتقعد مثلا يكلفك في مصروفات كتير. عربية ممكن هتحتاج لبنزين، هتحتاج لصيانة، هتحتاج لقطع غيار. دي كلها اسمها التزامات انت ممكن تستغنى عنها او تقلل منها بقدر الامكان. يبقى حضرتك علشان توصل لمرحلة او مبدأ من المبادئ اللي قالهم الاب الغني لابنه انه يوصل وانه يبقى غني، انه يقلل على قد ما يقدر من الالتزامات او يتخلى عنها، في مقابل انه يزود الاصول بتاعته، مشروعات، شهادات، اسهم، سندات، ملكية فكرية. المبدأ الثالث هو اهتم بعملك الخاص. Mind your own business. الفكرة هنا انك لو انت بتشتغل افضل شغلانة في الدنيا فبرضو عمرك ما هتكون غني طول ما انت لا تمتلك مشروعك او عملك الخاص. مش لازما تكون، حتى لو انت في وظيفة حلوة، يعني فكر انه يكون عندك عملك الخاص بيك. في مقولة جميلة جدا بتقول ايه؟ ان وظيفتك ممكن تدفع لك كل فواتيرك اليومية بانتظام، لكن عملك الخاص او مشروعك الخاص هو اللي هيوصلك انك تكون غني. مش بقول لحضرتك انك تسيب شغلك او وظيفتك دلوقتي، لكن لازم تاخد خطوة في حياتك وتفكر ان يبقى لك عملك الخاص، علشان ده هيكون جزء من الاصول بتاعتك في يوم من الايام، واللي هيوصلك لهدفك انك تكون او تحقق ثروة او تكون غني في يوم من الايام. المبدأ الرابع معانا هو التعليم المالي او الفاينانشال education، وده هيوصلنا لحاجة مهمة جدا اسمها الفاينانشال انتليجنس او الذكاء المالي. عايز اقولك ان القطاع المالي زيه زي اي قطاع تاني، قبل ما تشتغل فيه محتاج انك تدرسه. وفي 4 حاجات مهمة جدا ذكرهم الكاتب العظيم صاحب الكتاب ده روبرت كيوساكي. هما 4 أشياء، هما المحاسبة، الاستثمار، الأسواق، القانون. أول حاجة منهم اللي هي المحاسبة، لازم تعرف محاسبة، لازم تعرف علشان تعرف تدير فلوسك، لازم تعرف تحسب نسبة الربح والخسارة والتكلفة، يعني أقل حاجة عن مبادئ المحاسبة. لازم تعرف معلومات مهمة جدا عن الاستثمار، ازاي تستثمر فلوسك علشان توصل لدرجة انك تبقى غني. امتى تشتري شهادات، امتى تشتري اسهم، امتى تستثمر في البورصة، امتى تشتري سندات. كمان تالت حاجة مهمة جدا معانا هي الاسواق. لازم تدرس السوق كويس قبل ما تعمل اي مشروع او اي حاجة. لازم في حاجة اسمها دراسة السوق والاسواق المحيطة بيك في اي مجال انت هتشتغل فيه او هتحط فلوسك فيه. رابع حاجة هي القانون. لازم تعرف قانون البلد اللي انت فيها، ممكن يكون قوانين متغيرة، ممكن تكون وضع ضرائب مختلف عن ما انت معتاد في مكان معين. تعرف كل حاجة عن القانون، تعرف كل حاجة عن الضرائب. يبقى 4 حاجات مهمة جدا هما المحاسبة، الاستثمار، دراسة السوق، ومعرفة القانون. وهنا نلاقي الابن بيسأل أبوه الغني ده سؤال مهم جدا. قال له: ايه ده، هو احنا خلاص خلصنا كده؟ انت قلت كل اللي عندك، يعني انا لو عملت المبادئ اللي انت قلت عليها دي انا خلاص هبقى غني؟ قال له: لا، ده لسه في اهم حاجة. في 5 مشاعر لازم تتخلص منهم علشان تبقى شخص غني في يوم من الايام. قال له: ايه هم دول؟ ايه ال5 مشاعر المهمة دول؟ ال5 مشاعر هم الخوف، السخرية، الكسل، التكبر، العادات السيئة. قال له: يعني ايه؟ قال له: يعني ما تخافش من اي مخاطرة ممكن تاخدها بفلوسك في السوق. لازم يكون عندك نوع من انواع المخاطرة وما تخافش. ولازم كمان ما يكونش عندك سخرية من اي حاجة لها علاقة بالمال والعمل، يعني تكون عندك جدية. كمان ما يكونش عندك كسل، ما تبقاش قدامك الفرصة وتكسل عليها. ممكن قدامك فرصة انك تشتري عقار، ممكن العقار ده يرفعك لدرجة عالية جدا، فياريت في الوقت ده ما تكسلش انك تاخد المخاطرة، وما تخافش كمان، وما تكسلش وتاخد الخطوة وتشتري. رابع حاجة التكبر، يعني ما تكونش متكبر. عادة سيئة انك تكون متكبر. ليه؟ ما تقولش ان انت فاهم في كل حاجة، ما تعملش نفسك انك فاهم في كل حاجة وتروح تحط اموالك كلها في نشاط معين
انت اصلا مش فاهم فيه اي حاجة، فالنتيجة هتكون انك هتخسر كل اموالك. خامس حاجة العادات السيئة، هو انك ممكن تخرج مع اصحابك كل يوم وتضيع فلوس كتير كده ومش عارف ايه، فدي عادة سيئة لازم تبطلها. عادة سيئة كمان انك تشتري التزامات انت في غنى عنها، او انك في اول اسبوع في الشهر تضيع كل مرتبك. دي كلها عادات سيئة لازم تتخلص منها. كيوساكي كان عنده العادات السيئة دي، لكن قدر يتخلص منها بانه عمل حاجة كده او اخترع حاجة لنفسه اسمها ادفع لنفسك اولا، pay yourself first. انه ازاي ادفع لنفسك اولا؟ انه ياخد جزء من الفلوس يخليها لنفسه قبل ما يدفع فواتيره او يشتري التزاماته او يعمل اي حاجة. فهو الفلوس اللي هيشيلها لنفسه دي او هيدفعها لنفسه اول حاجة هيستثمرها فيما بعد، وهتبقى اصول بالنسبة له وتبقى مصدر استثمار ليه على المدى البعيد. ملخص كل اللي احنا قلناه والفكرة اللي عايز يوصلها الكاتب العظيم روبرت كيوساكي في كتابه الأب الغني والأب الفقير، إنك إزاي توصل للحرية المالية، الفاينانشال فريدم. قلنا أول حاجة إن لازم يكون عندك الباسيف إنكم أو الدخل السلبي، وهو إنك تخلي الفلوس هي اللي تشتغل علشانك مش أنت تشتغل علشان الفلوس، وهو ده الدخل السلبي. تاني حاجة أو مبدأ أنت لازم تمشي عليه في حياتك، إنك تمشي بمبدأ الأصول مقابل الالتزامات، مش الدخل مقابل النفقات. عرفنا إزاي إن هي الأصول عبارة عن عقارات، أسهم، سندات، ملكية فكرية. الالتزامات دي عبارة عن ممكن تشتري عربية تقعد حضرتك تصرف عليها بنزين، قطع غيار، صيانة. فعلى قد ما تقدر تقلل من الالتزامات وتزود من الأصول، ودي كانت تاني حاجة معانا. رقم 3، اهتم بعملك الخاص. لازم يكون ليك عمل خاص، مش معنى كده انك تسيب وظيفتك اللي انت فيها دلوقتي، لكن لازم يكون او تاخد قرار وتعمل خطة من دلوقتي ان في يوم من الايام لازم يكون عندك عملك الخاص. رابع حاجة هي الفاينانشال اديوكيشن او التعليم المالي، وده لازما بنتعلم فيه كذا حاجة مهمة جدا، اللي هم المحاسبة والاستثمار والأسواق والقانون. خامس حاجة إنه في 5 أشياء مهمة لازم تتخلص منهم، أو 5 عادات سيئة لازم تتخلص منهم علشان تكون شخص غني في يوم من الأيام. هم إيه؟ لازم تتخلص من الخوف، لازم تتخلص من السخرية، من الكسل، من التكبر، من العادات السيئة في حياتك اليومية بالنسبة للمال. ودي كانت حلقتنا عن الكتاب العظيم الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.